بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، ويا ريت ما تنسوش تدعوا للوالد بالرحمة والمغفرة. الليكتشر ديت زي ما حضراتكم شايفين هنتكلم فيها على البروسيس كوستنج سيستم. يمكن قلنا المرة اللي فاتت وانا بعرض فكرة الكوستنج سيستم اصلا ان البروسيس ده انا باكيوميليت الكوست بتاعت الكمباني اكوردنج للبروسيس. ليه؟ لان انا بشتغل في هوموجينيوس برودكت، بيبقى هو برودكت واحد يتيم وغلبان، ومفيش داعي بقى تقعد تعمل لي اللوكيشن بيز لا لا لا. طالما هو برودكت واحد يبقى انت هتشتغل بالافريج كونسبت، بحضرتك تافريج الكوست بتاعت كل بروسيس. فانت هنا هتاكيوميليت الكوست بتاعتك على البروسيسز، على العمليات نفسها. وغالبا السيستم دوت بيبقى في المصانع والشركات اللي فيها الاوتوميشن عالي، عشان كده بيبقى التركيز على البروسيس نفسها، لان الكوست فيها بتبقى عالية جدا، الماشينز والكلام ده، والليبر بيبقى فيهم قليلين خالص. حتى يعني من البيزكس بتاعت البروسيس كوستنج سيستم ان احنا ما بنشتغلش اصلا بالثري كاتيجوريز اللي انت متعود عليهم، دايركت ماتيريال، دايركت ليبر، اوفر هيد. لا، بنعمل لهم تقسيم جديد. خلينا نتفق عليهم من دلوقتي. بقول لك هنا بنشتغل في مصانع هاي اوتوميتد، والليبر فيها بيبقى قليل، فبنضم الليبر على الاوفر هيد، وبنشتغل تو اليمنت بس، دايركت ماتيريال اند كونفرجن كوست مبدئيا كده. والرول التانية اللي حضرتك انت عارفها، وانا متأكد ان اول ما هقولها دلوقتي انت عارفها، بس لازم افكرك بيها لان دي برضو رول مهمة جدا هنبدأ نشتغل بيها في كل البروسيسز، اللي هي بتقول ايه؟ ان الانبوت must be equal للاوتبوت. انبوت اي سيستم بتبقى ايكوال للاوتبوت ان فاليوز، ان فاليو. يعني انا بدخل ماتيريال وكونفرجن بيطلع لي برودكت، فلازم اللي انا صرفته في الماتيريال والكونفرجن يبقى ايكوال الكوست بتاعت البرودكت اللي طالعه، واتيفر كان شكله ايه بقى، كان برودكت فينيشد ولا كان لسه ويب ولا كان لسه ايه. المهم ان اللي انا صرفه في الكوست اليمنت از انبوت يديني نفس الكوست بتاعت البرودكت اللي طالعه لي از اوتبوت. طب عشان نفهم الموضوع ده انا بحكي دايما بقصه بتاعت مصطفى مانيفاكتشرينج كامباني، اللي هنفترض انه بيصنع كراسي برضه، بس المره دي هو بيصنع كرسي واحد يتيم، كرسي نمطي ما بيتغيرش، مش كاستمايزد تشير فاكتوري زي جوب اوردر بتاع المره اللي فاتت. لا لا لا، هو اونلي وان تشير. تعال نبدا القصه بتاعتنا، وركز بقى قوي معايا في اللي هنعمله، لانك لو تابعت الفيديو ده كويس الموضوع سهل جدا، بس عايزين نسيستمه في دماغنا مظبوط. نسمي الله ونبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بدأنا المصنع بتاعنا. بيقول لي مصطفى chair factory started on 1st January year 1 in manufacturing a standard form of a chair through 2 consecutive processes. يبقى عندنا مصنع اسمه مصطفى لسه بادئ، بيقول يا هادي، بيسمي الله، وفتح في اول يناير، وبيعمل standard form of a chair، يعني هو كرسي واحد يتيم. والكرسي يا سيدي اهو، ادي شكل الكرسي بتاعنا. هو ما بيصنعش غير ده، تعرفش بقى ده كرسي سفرة ولا كرسي ايا كان، اهو ده اللي لقيته في سكتي. المهم، وخد بالك ان المصنع لسه بادئ، لسه ولا عنده beginning balance ولا عنده نيدة، لسه بيقول يا هادي. جميل. وقال لي انه بيصنع الكرسي ده in 2 consecutive processes، يعني بيعملهم على عمليتين ورا بعض متتاليين. العملية دي تخلص تسلم التانية. قلت له مين هم بقى؟ قال لي اول بروسيس يا سيدي اسمها الكاتنج. قلت له حلو قوي، وعايز حضرتك بقى تاخد بالك ان احنا هنتعامل مع البروسيس كانها عمليه انتاجيه، كانها الحله. الله، ده حله؟ كانها حله.
زي الحله بتاعت الجوب اوردر كده اللي انا كنت بطلعها كل شويه عند الويب لو تفتكر. ايوه كانها حله بنصنع جواها. فالحله بتاعتنا دي فيها العمال اللطاف دول وعندهم المكن، بيجي لهم الخشب، بنديهم شويه خشب ويبداوا يقطعوا زي ما قلت لك. العمال بص عددهم قليل والفكره كلها في المكن، عشان كده بنتعامل مع الكوست هنا كما لو كانت ماتيريال وكونفرجن، والكونفرجن دي اللي هي ايكوالي ليبر بلس اوفر هيد. ولو رسمنا الحله بتاعتنا بدانا نسال يا ترى احنا بنحط الماتيريال، بنسلم العمال الماتيريال امتى وبيبداوا يشتغلوا عليها ازاي؟ قال لك الماتيريال بنديها لهم في اول البروسيس. بمعنى نيجي نقول مثلا احنا اول الشهر ناويين يا جماعه نصنع 100 كرسي، خدوا الخشب بتاع ال 100 كرسي بتاع الشهر ده، نسلمهم الخشب كامل. فحضرتك لو تخيلنا ان البروسيس هي الحله الزرقاء اللي ظهرت قدام حضرتك at a 0% الماتيريال والادد، بنقول ان الماتيريال ادد at a 0% of process. يعني ايه 0%؟ يعني في بدايه البروسيس، في بدايه العمليه بسلمه الخشب كامل. امال الكونفرجن بقى اللي هي الدايركت ليبر والاوفر هيد، قال لي لا، دي لو حضرتك فكرت هي بتتصرف ازاي، اللوجيك حتى بيقول ان هي اكيد بتتصرف evenly. قلت له يعني ايه evenly؟ يعني كل ما البروسيس بتبدا تمشي خطوه خطوه، كل ما بياخد لوح الخشب، خد بالك، وحطه على المكنه، بص كده في الصوره هتلاقي المكنه بتقطع اللوح حته حته. فالموضوع بيمشي بمرور الوقت. عشان كده بنقول لو تخيلنا ان البروسيس الحله الزرقاء دي، فبيبقى الماتيريال محطوطه في بداية البروسيس at a 0% of the process, while the conversion cost is spent at or evenly in the process، يعني بشكل متساوي على مدار المرحلة. قلت له حلو قوي. طب والكاتنج دي بقى بتطلع ايه؟ قال لي حضرتك الكاتنج دي ما بتطلعش كرسي، دي بتطلع لك هيكل كرسي. بص بتطلع الكرسي كده يا دوبك حبة خشب. طب وبعدين بنروح جايين واخدين الخشب ده كله او الكراسي، هياكل الكراسي دي كلها، ونترانسفير اوت، ابدا احولها اترانسفير اوت ايوه للبروسيس الثانيه. قلت له مين بقى البروسيس الثانيه؟ زي ما حضرتك شايف كده الفينيشنج. ناخده بقى ونلمعه ونحط عليه البويه وننجده ونحط له السفنج ونحط له القماش. قال لي ده كلام جميل، بس معلش قبل ما اقول لك الفينيشنج بنعمل فيها ايه بالتفصيل، انا قلت كلمه في النص كده يا ريتك تكون ركزت فيها. هياكل الخشب وهي طالعه من عند الكاتنج سميناها ايه؟ ترانسفيرد اوت. واللي مذاكر والمصحف دي اتقالت في تاني ليكتشر في الكوست، لما قلت لك دي هناخدها ان شاء الله في البروسيس كوستنج، ان عندنا حاجه اسمها ترانسفيرد اوت، وعند الفينيشنج بقى نقول عليها ايه؟ نقول عليها ترانسفيرد ان. يعني ايه يا دكتور؟ يعني عايز اقول لك ان هيكل الكرسي ده هو داخل البروسيس التانية شايل كوست على كتافه، مش داخل ببلاش، لا مؤاخذه، ده مصروف عليه ماتيريال وكونفرجن في البروسيس الاولانيه. ما ينفعش تفترض ان الهيكل ده داخل ببلاش. امال داخل بكام؟ اهو بقى داخل بكام دي اللي بنقول عليها ترانسفيرد ان كوست. سو ذا نيكست بروسيس اللي هي الفينيشنج، البروسيس الثانيه دايما ما بيبقاش فيها 2 element اوف كوست. امال بيبقى فيها يا دكتور؟ والله بيبقى فيها 3 element. قلت له مين؟ قال لي ترانسفيرد ان بلس الماتيريال والكونفرجن بتوعها. صح كده ولا لا؟ صدق. يبقى الفينيشنج داخل لها اصلا بكوست جديده اسمها ترانسفيرد ان. قلت له طب وبعد ما بقى بيخش بقى بالترانسفيرد ان دي، قال لك حضرتك بقى بنستلم الكرسي ونبدا نلمعه زي ما قلنا وننجده ونصرف عليه، وبنصرف عليه برضو الماتيريال والكونفرجن. قلت له تمام. ولو تخيلنا البروسيس التانية ديت برضو حلة زرقاء كده اهي، ادي الحلة بتاعتنا. بدأت اسأل هو انت بتدي العمال الماتيريال امتى؟ برضو ان 0 بوينت اوف بروسيس. قال لي لا، هنا العمال مع بال ما ياخدوا الهيكل الخشب ويصنفروه ويجهزوه ما بيحتاجوش الماتيريال غير في النقطة 80% من البروسيس. فبص بقى، بص البروسيس بتاعتك الماتيريال هنا ادد فين؟ at a specific point اللي هي 80% of the process. الله، يعني الماتيريال دايما بتضاف في specific point حسب
يعني هو مش دايما، عشان ما تخليش بس ايه الحاجة قاعدة، بس هو غالبا ايوه at a specific point، والبوينت بيرمز لها برسنتج زي ما انت شايف. بنبص للبروسيس ان هي عملية ماشية، لما تكتمل نقول ان 100% منها خلاص. فانت طول العملية ما هي ماشية بتبدأ تحدد لي الماتيريال ادت فين. فانت في اول عملية الكاتنج اللوجيك بيقول ان الخشب ياخدوه في بداية البروسيس، لكن تاني عملية عشان ياخدوا البوية والقماش ويقفلوا الخشب لا مش محتاجين، ده لازم يبقى اللوح جاهز على يدوبك تحط الحاجات دي، فبنديهم الماتيريال at 80% of process. اما الكونفرجن لو تاخد بالك برضو added evenly، بنضيفها بشكل مستمر مع البروسيس بتاعنا. ده كلام عظيم. طب وبعد ما نخلص بقى ونقفل الكرسي ايه اللي بيحصل؟ قال لي حضرتك الكرسي الجميل بتاعك بيبقى جاهز. طب وبعدين نوديه فين؟ قال لي نشونه بقى ونحطه في الفينش جودز انفنتوري. يبقى هننقله عند الفينش جودز انفنتوري ونقول له استنى لغايه ما يجي لك نصيبك وتتباع. يبقى انا كده المصنع بتاعي بيشتغل in two consecutive processes، وتعرفت عليهم ماشيين ازاي، وعرفت كل بروسيس بتقاد الماتيريال امتى وبتقاد الكونفرجن امتى. صح كده؟ قلت له جميل. يلا بقى عايزين نعرف حضرتك هتبدأ تشتغل بكام كرسي وهتصرف عليهم كام. تمام، بس ما ينفعش نقول كام كرسي وهنصرف عليهم كام في التو بروسيسز، لان العملية هتبقى صعبة ومعقدة. احنا هنشتغل بروسيس باي بروسيس. حتى السيستم لما بيبقى متصمم في البروسيس كوستنج سيستم طبعا على ERP سيستم، بيبقوا عاملين لكل بروسيس ويندو، وبيبدا يعمل الانبوت بتاعتها ويطلع الاوتبوت بتاعتها عشان نعرف نحاسب كل ديبارتمنت. ما هو خلي بالك البروسيس ده ايه؟ ما هو ديبارتمنت، وانا عايز اعرف الديبارتمنت ده صرف كام، عايز اعمل له اقيم البرفورمانس بتاعه. فاحنا كمان لما هنيجي نشتغل دلوقتي هنشتغل بروسيس. طب يلا نتوكل على الله نبدا بالكاتنج. قلت له يلا قول لي بقى الكاتنج انت نويت تبدا بكام كرسي؟ راح قال لي والله he started by manufacturing 1000 chairs in January. هو بدأ يصنع 1000 كرسي. خد بالك ده from scratch، ما عندوش كراسي اصلا في المخزن عشان يكملها. دول كلهم started، كلهم جداد، كلهم لسه بادئين فيهم. قلت له جميل. وزي ما اتفقنا الكاتنج عمرها ما هتطلع لك الكرسي النهائي، هي يا دوبك هتطلع هيكل الكرسي ده بس. يبقى الكاتنج متارجت في الشهر ده انه يصنع 1000 كرسي دول. تخيل معايا ان دول 1000. سميناهم ايه يا فندم؟ سميناهم started. ما تنساش كل كلمة هايلايت على الكلمة كده وردد معايا، وقف الفيديو وعيد وزيد. دول سميناهم ايه؟ started. يبقى started ب1000 كرسي. قلت له جميل. تفتكروا بقى لما الشهر خلص 1000 كرسي اللي كان بادئ وناوي يخلصهم يكونوا خلصوا كلهم؟ قال لي للأسف ما حصلش كده. قلت له امال ايه؟ قال لي بص الشوية دول للأسف لسه ما خلصوش كلهم. قلت له امال ايه؟ قال لي حضرتك خلصنا نصهم. بص كل كرسي خلص نصه. قلت له ايه ده؟ قال لي يعني احنا في 800 كرسي خلصوا كاملين بنقول عليهم completed and transferred. يبقى ال 800 دول اللي قلنا عليهم ترانسفيرد اوت، هياكل كامله وراحت للفينيشنج عشان يتفنشوا. طب وال 200 كرسي التانيين؟ قال لي لا لسه فاضل نص الشغل بتاعهم. قلت له يعني ايه نص الشغل؟ قال لي يعني حضرتك بص على الحله بتاعتك كده هتلاقي الاندنج ويب واقف في نص الحله بالظبط، واقف في نص الشغلانه. الله سلام بقى لو تقولوا لي كده وركز في السؤال. هو كده الاندنج ويب اللي واقف في نص الحله استفاد بقد ايه من الماتيريال واستفاد بقد ايه من الكونفرجن؟ ابوس ايدك ركز. اللي استفاد بيه ده بنقول عليها كومبليشن ريشيو، نسبه اكتماله من الكوست دي. واحنا الكوست مقسمينها حاجتين طالما احنا في اول بروسيس. لو في تاني بروسيس كنت هقول 3، لكن لا هنا احنا في اول بروسيس حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ ماتيريال اند كونفرجن. طب بالراحه بقى يلا قول لي الاندنج ويب استفاد بقد ايه من الماتيريال واستفاد بقد ايه من الكونفرجن؟ قلت له والله استفاد من الماتيريال ب100%. قلت له نعم. قال لي لان انا اصلا من اول الشهر لو تاخد بالك متفق معاك ان الماتيريال احنا بنقاد الماتيريال وبنسلم الماتيريال للعمال at 0% of the
بروسيس يعني ايه؟ يعني انا مدي العمال الخشب بتاع ال 200 كرسي دول كاملين، الله العظيم 3 مدي معاهم الخشب كله، ولكن هل العمال انجزوهم؟ للاسف العمال خلصوا 800 كرسي لكن ما خلصوش ال 200 دول. امال خلصوا منهم قد ايه؟ 50. هم خلصوا 50 كشغل، لكن حضرتك معاهم خشبهم. يبقى اقول ان ال 200 كرسي دول، بص بقى بنكتبها ازاي؟ بنقول كده 150%. نعم اخويا، بالترتيب ده، ترتيب مهم. 100 دي بتاعت الماتيريال، وال50% دي بتاعت ايه؟ بتاعت الكونفرجن. ايه دول؟ قال لي دول الكومبليشن ريشيو. وخد بالك بقى، مفيش ويب في البروسيس كوستنج، وما قلتش اندنج، لا مفيش ويب عموما، مفيش ويب عموما يتكتب الا لازم تقول لي اليونتس والكومبليشن ريشيو جنبه. والكومبليشن ريشيو حضرتك تكتبها لي بالترتيب ده، ماتيريال الاول وبعديها كونفرجن. شكرا، عشان ابقى عارف كلا قد ايه من دي وكلا قد ايه من دي. قلت له جميل. يبقى الاندنج ويب بتاعي بقى 200 كرسي خلصان منه 100% ماتيريال، معانا الخشب بتاعه كامل، لكن اتصرف عليه 50% من الكونفرجن بس. طب ما تيجي بقى نرتب الكلام ده في شكل ريبورت، ودي هتبقى اول ستيب حضرتك هتحل بيها. هم كام ستيب يا دكتور؟ خلي العدد في الليمون، خلينا احنا نستنتج مع بعض. اول ستيب حضرتك هتعمل لي الريبورت، بنقول عليه ريبورتنج ريبورت، برودكشن ريبورت، سوري، ايه ريبورتنج ريبورت دي؟ برودكشن ريبورت، اللي هو تقرير الانتاج، اللي قايم على الفكره اللي احنا قلناها ان الانبوت ماست بي ايكوال ايه؟ الاوتبوت. طب والانبوت بتاعتك عباره عن ايه؟ دايما حضرتك الانبوت بتبقى الستارتد يونتس اللي انت بداتها. قال لي لا، لحظه، ده هنا كان الانبوت ستارتد بس، لكن في شركات تانية لما يبدا العجله تمشي ويبدا يصنع، هيجي في اول الشهر يلاقي عنده ال 200 كرسي اللي كان خلصان نصهم يخلصهم الاول، صح ولا لا؟ يعني كده الانبوت بقوا حاجتين. قلت له مين ومين؟ قال لي beginning web and started. ايوه، وهنا البيجيننج ويب كانت 0 لان الشركه لسه بادئه، لكن اللي ستارتد كانوا كام كرسي؟ كانوا 1000. يبقى توتال الانبوت بتاعك 1000 كرسي. جميل. المفروض يطلعوا لك بقى في شكل كام كرسي؟ قال لي المفروض يطلعوا في شكل 1000 كرسي. والله برضو، بس المشكلة ال1000 كرسي اللي طلعوا، ما احنا بنقول input must be equal output، ها؟ ال1000 اللي طلعوا، هل طلعوا كلهم كاملين؟ لا والله، طلع منهم حبة كاملين وحبة لسه. الكاملين نسميهم completed، واللي لسه اسمهم ending web. يبقى الاوتبوت بتاعتك بقت ending web، والاندنج ويب طالما فيهم عدد كراسي تكتب لي البرسنتج اوف كومبليشن بتاعتهم بنفس الترتيب ده، ماتيريال اند كونفرجن. قلت له الاندنج ويب بقوا 200 كرسي، 100% و50%. 100% ايه؟ ماتيريال. 50% ايه؟ كونفرجن. والكومبليتد 800 كرسي. يبقى كده توتال الاوتبوت طلع برضو 1000 كرسي. يا محاسن الصدف، ولا صدف ولا حاجه، صدف ايه؟ لا، ده هم لازم يطلعوا ايكوال 1000 كرسي عشان الانبوت ماست بي ايكوال الايه؟ الاوتبوت. قلت له ده كلام عظيم. قلت له قول لي بقى يا حاج مصطفى، صرفت كام على الشغل ده؟ صرفت كام على ال1000 كرسي اللي طلعوا لك ب 800 كاملين و200 لسه فيهم شويه شغل فاضل؟ قال لي والله صرفت عليهم 10,000 جنيه خشب و4500 اجور العمال والمكن والكلام ده اللي بنقول عليهم كونفرجن كوست. قلت له طب ما بعد اذنك يعني ما تحط لي اللي صرفته دوت في شكل ريبورت شبه ده. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني حضرتك هنحط اللي صرفناه في ريبورت برضو مبني على الانبوت اللي ماست بي ايكوال الاوتبوت. والانبوت زي ما قلنا بيجيننج ويب وستارتد، واللي ستارتد دي هنقول عليها في الكوست ديورنج، اللي صرفته ديورنج ذا بيريد. يبقى البيجيننج ويب اصلا بيبقى جاي المفروض جواه كوست من السنه اللي فاتت، بس عشان احنا لسه شركه فاتحينه على باب الله، فالبيجيننج ويب بتاعنا في الماتيريال والكونفرجن والتوتال كان 000. لكن اللي صرفناه ديورنج ذا جانيوري مانث كان الماتيريال 10,000 والكونفرجن 4,500 والتوتال 14,500. يبقى توتال اللي اتصرف 10 و4,500 وتوتال 14,500. قلت له حلو، خد بالك بقى من اللقطه اللي جايه دي. تقدر تقول لي الاوتبوت او الحاجات اللي طلعت لك
بتكلف كام؟ قال لي هو اللي بيطلع عندي عباره عن ايه؟ اندنج ويب وكومبليتد. فانا عايز اعرف بقى الاندنج ويب والكومبليتد خد كام فلوس من الماتيريال ومن الكونفرجن والتوتال كوست بتاعته. شايف الكويشن ماركس دي؟ لو حضرتك جبتها انت كده خلصت البروسيس كوستنج سيستم، بس خلاص. يبقى انت الاوبجيكتيف بتاعك التارجت ان انت تحدد الكوست. وللاسف احنا لما بنشرحها في للطلبه بتوعنا في الكليه بنجيب التوتال على طول، مش لازم الديتيلز دي. لكن سي ام اي لا، بيسال في الديتيلز. ساعات يقول لك قول لي الاندنج ويب خد ماتيريال بكام، قول لي الكومبليتد خد كونفرجن بكام. فبعد اذنك احنا كمان هنحسبها له قوي قوي. انا حاطط لها موديل وستيبس. لو حضرتك مشيت معايا بس وفهمت القصه دي والمصحف، الموضوع هيبقى اسهل مما تتخيل. قلت له طب يلا بينا نبدا نسمي الله ونجيب بقى الاندنج ويب مكلف كام والكومبليت مكلف كام. حضرتك مش قلنا الكوست درايفر بتاعنا هنا هيبقى النمبر اوف يونت؟ فانا عايز اعرف النمبر اوف يونت اللي استفادت من الماتيريال كام، والنمبر اوف يونت اللي استفادت من الكونفرجن كام. قلت له سهل. قال لي النمبر اوف يونت اللي استفاد من الماتيريال ومن الكونفرجن هم 800 كرسي. دول استفادوا بالكام؟ قلت له طب وال200؟ قال لي ال200 في منهم اللي استفاد 100% من الماتيريال ونصهم استفاد من الكونفرجن. قلت له لا بالراحه بقى، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايوه اهو اللي استفاد ده النمبر اوف يونت اللي استفادت من الكوست بنقول عليها equivalent unit of production، بنختصرها EUB. ايه بقى الاي يو بي دي؟ مهمه قوي. قال لي الاي يو بي حضرتك بتحسبها بمعادله سهله خالص. بتشوف لي كل ايتم كوست انت عايز تعرف استفاد منه قد ايه، واللي استفادوا هنا حاجتين: all completed units ودي 800 كرسي اللي استفادوا من كل الكوست زي ما هم، فاتكتبت 800 هنا و800 هنا. and خد بالك من اللي جايه دي، and completed ending web. completed ending web. كلمة completed دي هتخليني اخد عند كل element من الكوست النمبر اوف يونت واضربها في البرسنتج اوف كومبليشن. بس يبقى ال200 كرسي استفاد بكام في المية؟ والله ال200 كرسي دول استفادوا ب100% من الماتيريال و50% من الكونفرجن، صح؟ يبقى 200 ماتيريال و100 كونفرجن. ازاي 100 يا دكتور؟ ما هو لما ال200 كرسي كل كرسي فيهم نص ونص، لملي الانصص دي على بعض يبقى كما لو كان بدل ما هم 200 نص بقوا 100 كرسي. ايه ده بقى؟ جبتها ازاي؟ الماثيماتيكال بقى الكمبيوتيشن بتاعها ال200 في 50%. بس خلاص يبقى هي رول completed ending web equal النمبر اوف يونت تايمز الكومبليشن ريشيو. شكرا. بكده حضرتك تبقى حسبت حاجه سميناها ايه؟ اي يو بي. يعني ايه اي يو بي؟ equivalent unit of production. قول معايا equivalent unit of production. طب الاي يو بي كده بقت من الماتيريال كام والكونفرجن كام؟ من الماتيريال 1000 ومن الكونفرجن 900. طب معلش انت جايب دول ليه؟ شايف الالوان المميزه دي؟ بص لي كده على الكوست، هتلاقي فوق في الكوست اللي انت صرفته within the period او during the month كان 10,000 ماتيريال و4500 كونفرجن. ال10,000 ماتيريال استفاد منهم كام كرسي؟ 1000 كرسي. يبقى كده الافريج بتاع الكرسي كام؟ هتقسم 10,000 على 1000، يعني كل كرسي مستفيد $10 ماتيريال. هو ايه اللي انا حسبته $10 من الماتيريال دي يا فندم بقى بنقول عليها، بدل ما نقول عليها افريج كوست ممكن تقول عليها افريج، بس الاسم العلمي بتاعها في البروسيس كوستنج سيستم شبه اللي قبلها equivalent unit cost of كذا. يعني ايه؟ يعني متوسط برضو، بس بنقولها بالاسم الجديد equivalent unit cost اللي هو تكلفة الوحدة او تكلفة الوحدة اللي قال يعني كاملة. حلوة قال يعني كاملة دي اللي هو الوحدة اللي مكتملة، لان الوحدات دي خلي بالك مش كلها كاملة، ده فيهم حاجات كاملة وفيهم حاجات لا، بس انا خليتها قال يعني مكتملة. فقلت له يبقى انا هقسم بالنسبة للماتيريال 10,000 على 1000 هيطلع لك $10 زي ما قلنا. بالنسبة للكونفرجن 4500 على 900، لو حضرتك قسمت الاتنين دول على بعض هيدي لك $5.
قلت له عظمه قوي الكلام لغايه دلوقتي. طب انا بقى بعد ما جبت الايكويفالنت يونت كوست دي انا جايبها ليه؟ لا مؤاخذه انا جبتها ليه اصلا؟ اوعى تنسى ان التارجت بتاعك انك تكالكوليت الكويشن ماركس اللي هنا، صح ولا لا؟ فقلت له طب ما يلا بينا نسمي الله كده ونبدا بالكومبليتد. قلت له ما تقول لي بقى كده الكومبليتد كان قد ايه من الماتيريال؟ قلت له يا باشا سهله، هو الكومبليتد كانوا كام يونت؟ والله العظيم 3 كانوا 800 يونت. واليونت الواحده كانت قد ايه من الماتيريال؟ اليونت الواحده بتاكل 10، يبقى 800 في 10 ايكوال كام؟ 8000. كتر الف خيرك. طب ما بالمره بقى والنبي بالمره، يلا عايزين نعرف الكومبليتد كانت قد ايه من الكونفرجن؟ قلت له سهله، هو الكومبليتد في الكونفرجن 800 كرسي، والكرسي كان قد ايه من الكونفرجن؟ $5، يبقى 800 في 5 4000. الله، طب يعني كده توتال الكوست بتاعت الكومبليتد الله العظيم 3 12، لو جمعت 8 و4 12. بص بقى اللقطه اللي جايه دي حته صايعه قوي لو لقطتها معايا. عليا النعمه انا كده عارف ان الاندنج ويب ماست بي ايكوال 2500. ايه يا دكتور؟ ايه ده جبتها ازاي دي؟ ايه ده ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايوه دي هاكس كده هتنفعك وانت بتحل الام سي كيو. دلوقتي حضرتك بعد ما حسبت الكومبليتد اللي طلع ب 12000 وانت عارف هنسميه بعد كده ترانسفيرد اوت، صح؟ انا عارف بقى ان توتال الكوست بتاعت البروسيس دي على بعضها ماست بي ايكوال 14500. ايه ده عرفت منين يا دكتور؟ يا فندم هو لا مؤاخذه الرول اللي انا كاتبها فوق انبوت ماست بي ايكوال اوتبوت دي واقفه كده يعني؟ واقفه هفق يعني؟ ما انت كاتب اهو ان الانبوت التوتال بتاعها 14500، يبقى الاوتبوت التوتال بتاعها 14500، ولما الاوتبوت التوتال بتاعها ماست بي ايكوال 14500 في منهم 12 كومبليتد، يبقى الاندنج ويب ايكوال 2500. ايه ده؟ هنحل كده. ايوه امال ايه؟ طب لو حبيت احسبها يا دكتور سهل، حضرتك الكومبليتد اندنج ويب كان عندك كام يونت من الماتيريال؟ كان 200. 200 لو ضربتها في ال10 هتديك 2000، يبقى كده الاندنج ويب مكلف من الماتيريال 2000. طب الكونفرجن كانت الكومبليتد اندنج ويب من الكونفرجن 100 كرسي اللي هي يعني كامله، وكل كرسي من دول واكل كام؟ 5. 100 في 5 ب500. بذمتك مش كده 2500 توتال 2500؟ والله يعني كده كل اللي اتصرف على الماتيريال 10 والكونفرجن 4500 نفس اللي كان في الانبوت. سبحان الله. يبقى كده توتال الانبوت ايكوال الاوتبوت. والله فعلا. الله، طب ما الدنيا لذيذه اهي. طب هو حد قال مش لذيذه؟ هي الدنيا هتبدأ تغمق شوية لما ابن اللذين ده يبقى موجود، لما نخش بقى في شهر 2، لما نروح في شهر فبراير ويبدأ مصطفى يكمل شغل ويبقى عنده ال200 كرسي القدام اللي كان لسه ما خلصوش دول، يبدأ بيهم ويقول لك انا عايز اكملهم بس مش دلوقتي مش دلوقتي. خلينا نشوف الاول دلوقتي الفينيشنج. تعال ننقل بقى على الفينيشنج ونشوف الفينيشنج لما تستلم ال800 كرسي دول اللي خلصوا من عند الكاتنج وهيروحوا للفينيشنج، هنفنشهم ازاي وصرفنا عليهم ايه؟ يلا بينا. قلت له قول لي بقى في الفينيشنج حضرتك ايه اللي حصل؟ قال لي سهله. قال لي حضرتك هنا بقى في الفينيشنج انا مش محتاج حد يقول لي احنا ستارتد كام كرسي خلال شهر يناير، لان انا عارف ان الكومبليتد اند ترانسفيرد من كاتنج هو بالترانسفير لفين؟ للفينيشنج. يبقى حضرتك اللي ستارتد هنا هم ال800 كرسي اللي جايين لي من عند الكاتنج اهو، دول اللي ستارتد. قلت له ماشي. يا ترى بقى انت في شهر يناير خلصتهم كلهم؟ شديت حيلك كده وخلصت ال800 فنشتهم كلهم ولا فنشت منهم قد ايه؟ قال لي لا معلش ما لحقناش، طبيعي جدا الشويه دول ما لحقناش نفنشهم. قلت له امال اللي فنشته قد ايه؟ قال لي كده اللي اتفنش بقى 700 كرسي اهم وصلوا للشكل النهائي اللي انت عايزه. حلو. طب وبالنسبه اللي لسه ما تفنش قد ايه؟ قال لي والله لما 700 كرسي اتفنشوا يبقى اكيد الاندنج ويب عباره عن 100 كرسي. قلت له بس لحظه، انا اندنج ويب ال100 كرسي دول ما بقدرش اكتب عدد الكراسي بس، احنا اتعودنا نكتب عدد الكراسي واستفاد من الكوست اليمنت بالريشيو قد ايه، لازم اعرف استفاد منهم بنسبه كام. قلت له سهله، حضرتك قول لي بس الاندنج
واقف فين في الحله؟ بص على الحله تحت بتاعت البروسيس بتاعت الفينيشنج، لقيت الاندنج ويب واقف قبل الماتيريال. حد خد باله؟ واقف بالظبط عند 75% من البروسيس. الله، يعني الناس صنفروهم وعملوهم ولسه ما استلموش الخامات بتاعتهم. يعني كده اقدر اقول الاندنج ويب استفاد بكم المية من الماتيريال؟ قال استنى بس، قبل الماتيريال اوعى تنسى ان في كوست اسمها ترانسفيرد ان. شفت السهم اللي نور ده؟ اهو السهم ده سيادتك حضرتك. اوعى تنسى ان الكوست اليمنت في الفينيشنج مش تو كوست، مش ماتيريال وكونفرجن لو المصحف. امال ايه؟ قال لي دي ترانسفيرد ان وماتيريال وكونفرجن. فلما اسالك هو استفاد بقد ايه من الترانسفيرد ان؟ طبعا 100%، لان هو جاي مصروف عليه من الكاتنج فلوس احنا عارفينها، واخد 10 ماتيريال و5 كونفرجن. فحضرتك ده خد 100% و0% و75%. حد خد باله؟ كتبت جنبيه والله العظيم ال100 كرسي دول خدوا 100% و0% و75%. مين دول؟ قال لي ال100% دي بتاعت الترانسفير دي ان. قلت له ماشي، دي انا مستوعبها. امال ايه الزيرو دي؟ قال لي دي بتاعت الماتيريال. قلت له ليه؟ قال لي لان يا فندم هو واقف قبل الماتيريال ما تتصرف. فانا خد بالك كده، العمال اللي وصل لغايه نقطه الماتيريال واتصرف عليهم ال700 كرسي، لكن ال100 دول لسه واقفين في مرحله 75% جوه البروسيس. يبقى قبل ما الماتيريال بتاعتهم تتصرف يبقى استفادوا بقد ايه من الماتيريال؟ استفادوا بزيرو من الماتيريال. لكن استفادوا بقد ايه من الكونفرجن؟ استفادوا ب75% من الكونفرجن، لان الكونفرجن كانت بتتقاد ايفنلي او بروبورشناتلي، يعني بشكل منتظم جوه البروسيس. قلت له ده كلام عظيم، فاضل تقول لي بس صرفت كام فلوس بقى؟ قال لي والله الماتيريال صرفنا 5600 جنيه على الماتيريال، وصرفنا على الكونفرجن حوالي 1550. قلت له حلو، طب ما تيجي يلا نطبق بقى الستبس اللي احنا عملناها ونعدهم المره دي عشان نبدا نرتب الخريطه في ذهننا. قلت له اول ستيب حضرتك انا محتاج اعمل برودكشن ريبورت اللي بيبقى بيزد اون الرول اللي بتقول انبوت ماست بي ايكوال اوتبوت، والانبوت بتاعتك beginning web and started. والbeginning web عشان احنا لسه بادئين في شهر يناير كان 0، لكن عندنا started 800 والتوتال 800. الاندنج ويب اكتب جنب الاسم الكومبليشن ريشيوز بتاعته، علشان انا في تاني بروسيسز. ففي تاني بروسيس حضرتك دايما بيبقى عندك 3 element of cost اللي هم transferred in والماتيريال والconversion. فالtransferred in 100%، الماتيريال 0%، الconversion 75%. طب دول كانوا كام كرسي؟ كانوا 100. طب الكومبليتد 700، يعني التوتال 800. يبقى الانبوت ايكوال اوتبوت ولا لا؟ قول لي بقى فلوس. والله فلوس beginning ويب كان 0، بس قبل ما تحط ماتيريال وكونفرجن حد خد باله ان انا زودت كولوم اهو بتاع مين؟ ترانسفيرد ان. قلت له الترانسفيرد ان بتاعتك بقى كام؟ كانت 0، لان انا لسه اول شهر واول شغل. فالبيجيننج ويب 0 من كله، لان انا ما عنديش حاجه اصلا اكملها. لكن اللي كان جاي لي من عند الكاتنج كان جاي وشايل 12000. منين دي يا دكتور ال 12000؟ لحظه كده، ما انت لو مركز معايا حضرتك هتلاقي ان الكومبليتد في الكاتنج كان مكلف 12000، وحضرتك كنت قايل عليه ترانسفيرد اوت. والله العظيم 3 ترانسفيرد اوت. طب ما يلا يا اخويا نوديه بقى از ترانسفيرد ان عند الفينيشنج. وده اللي انا عملته، رحت جاي هنا كاتب عند الترانسفيرد ان ديورنج اللي صرفته كان 12000. طب الماتيريال بيجيننج 0 وصرفنا 5600، كونفرجن بيجيننج 0 وصرفنا 1550، يعني التوتال طلع 19150. ده توتال اللي اتصرف على البروسيس كلها. يبقى انا كده عد معايا، عملنا ستيب نمبر 1 برودكشن ريبورت، ستيب نمبر 2 كوست ريبورت، ماشي. ستيب نمبر 3 هنحسب الايكويفالنت يونت اوف برودكشن. حد فاكرها دي؟ الاي يو بي. ودي بنحسبها ازاي؟ معادله هبله خالص، بتقول لك خد الاول كومبليتد يونتس واجمع عليها الكومبليتد اندنج ويب. طب الاول كومبليتد يونتس حط الكولوم الجديد بتاع الترانسفيرد ان زيها راسها براس الماتيريال والكونفرجن، خلاص ما دي كوست جايه. طب يلا الترانسفيرد ان كومبليتد كانوا كام؟ كانوا 700 يا بيه. 700 اتكتب
كتبت عند التلاتة. كومبليتد دايما واخد حقه من كل حاجة كامل وتالت ومتلت. جميل. هو الكومبليتد اندنج ويب هو اللي فيه الشغل. الاندنج ويب اصلا كانوا 100 كرسي. ال 100 كرسي دول انا استفدت بكام في المية من الترانسفيرد ان؟ جايه ومستفيده 100%. خلاص يبقى اكتبهم كامله. وخدت قد ايه من الماتيريال؟ والله العظيم ولا مليم، لان استفدت ب 0% اهو، لان الاديشن بتاع الماتيريال كان عندي 80%. لكن انا هنا بنقول عليها جنرال كومبليشن ريشيو، ان دي الجنرال كومبليشن ريشيو العاديه. البرودكشن بتاعي واقف عند 75، فواقف قبل الماتيريال، ما خدوش ولا ماتيريال، يبقى الماتيريال 0. طب الكونفرجن اضرب 100 في 75%، طلعت 75. يبقى كده الاي يو بي نعرف نجيبها ان شاء الله 800 700 775. طب بعد ما جبتها ستيب نمبر 4. ايه بقى ستيب نمبر 4؟ حضرتك في نمبر 4 عايزين نجيب الايكويفالنت يونت كوست، اللي هي الافريج كوست، يعني ايكويفالنت يونت كوست. ودي بجيبها ازاي دي يا دكتور؟ حضرتك هنبدا نقسم الكوست بتاعت كل اليمنت على النمبر اوف يونت. فقلت له والله الايكويفالنت يونت كوست فور ترانسفيرد ان 12000 على 800 ادتني 15، والماتيريال هاخد ال 5600 واقسمها على 700 هيديني 8، والكونفرجن خدت ال 1550 على 775 ادتني 2. بعد ما جبت الايكويفالنت يونت كوست احنا كده وصلنا ستيب نمبر كام؟ نمبر 4. ستيب نمبر 5 يلا بقى كومبليتد. عايزين نجيب الكومبليتد كوست. عشان اجيب الكوست اوف كومبليتد برودكشن قال لي سهله. حضرتك ابدأ اسأل نفسك، هو الكومبليتد كان كام؟ كان 700 يونت. قوي. يلا ال 700 يونت بتاعت الكومبليتد انا خدت منهم واستفدت بقد ايه من الترانسفيرد ان؟ ب 15. ضربت ال 700 في 15. الماتيريال 700 في 8 استفدت بقد ايه؟ ب 5600. الكونفرجن 700 في 2 هتبقى كام؟ 1400. توتال الكومبليتد 17500. والنعمه تعرف تقول لي الاندنج ويب دلوقتي بكام؟ طبعا، لان انا عارف ان دي هتبقى طبعا ال 17500 بتاعت الكومبليتد ترانسفيرد اوت. وعلشان انا هنا دي في اخر مرحله فهي ترانسفيرد اوت لمين بقى؟ للفينش جودز. ده هيروح عند الفينش جودز. مظبوط. طب بالمره كده يا ترى الاندنج ويب بقى مكلف كام؟ قال لي حضرتك الاندنج ويب تعالى نحسبه. ال100 لما اضربها في ال15 هيطلع انه مكلف 1500. الماتيريال 0 في 8 0. الكونفرجن 75 في 2 150. توتال 1650. وانا عارف ان لازم الاثنين على بعض يطلعوا توتال كام؟ 19150 بتاعت الانبوت. توتال الانبوت must be equal توتال الاوتبوت. لازم تشغل الرولز دي هتساعدك كتير. ده كلام عظيم. ولو حضرتك وصلت معايا في الفيديو لغاية النقطة دي يبقى انت كده حلو قوي، وتقدر تلخص معايا الستبس بتاعتك والدنيا تبقى زبادي خلاط. انت كده تقدر تحل تقريبا نص الأسئلة اللي موجودة عندك في الكتاب. ولكن قبل بس ما اقول ولكن باكد تاني اهو ان توتال الكوست بتاعت الانبوت ماست بي ايكوال الاوتبوت. طب الترانسفيرد ان لما جمعتها طلعت 11500 والماتيريال 5600 والكونفرجن 1550. هل ده معناه لا طبعا الترانسفيرد ان دي 12. معلش لحظه. ان توتال الانبوت ماست بي ايكوال اوتبوت عند كل اليمنت كمان. قال لي خلي بالك، يعني بص كده الاليمنت ده اهو كان 12 بقى 12. شكرا. وهنا 5600 5600. شكرا. هنا 1550 هنا 1500. شكرا. عشان بس ايه الملاحظات الخفيفه دي هتفرق معاك وانت بتحل. خلي بالك يعني تبقى هاضم قوي الموضوع. قلت له انت من شويه قلت لي ولكن بقى. ولكن ايه؟ قال لي ولكن ابن الجزمه ده. بص بقى ده لما يخش في الموضوع ايه اللي هيحصل؟ طب تعالى بس قبل ما نشوف دخوله المفاجئ هيعمل ايه نلخص كده اللي احنا عملناه في شهر يناير. هتلاقي كل اللي حصل في شهر يناير ان العمليتين الكاتنج والفينيشنج اقدر الخصهم في اول 2 ستيبس بس. خلاص اهو البرودكشن ريبورت والكوست ريبورت، وبقيت مطلع كل ريبورت بيكلف كام وكل واحد مكلفني كام. قلت له ده كلام عظيم عظيم جدا. ماشي.
دلوقتي بقى يا ترى ايه اللي هيحصل لما الحلو الجميل ده يبقى موجود؟ يعني ايه اللي هيحصل في شهر فبراير لما نبدأ بقى نشتغل وعندنا بيجيننج ويب؟ ما هو طبعا الاندنج ويب بتاع يناير اللي موجود قدام حضرتك في الريبورت، ال 200 كرسي عند الكاتنج وال 100 كرسي عند الفينيشنج والكوست بتاعته بكل الاليمنت بتاعت الكوست، هيبقى داخل فبراير بيهم. يلا لما نخش بيهم بقى فبراير هنعمل معاه ايه؟ قال لي هنا بقى لنا وقفة. قلت له ليه؟ يبقى قبل الوقفة بأكد على حضرتك تاني اهو ان انت عارف ان الاندنج بتاع يناير هو البيجيننج بتاع فبراير. ايوه طبعا. ولما يبقى عندي بقى البيجيننج ويب ده لازم نسأل نفسنا سؤال، اهي الوقفة بقى، هو انا بشتغل بأنهي طريقة؟ البيجيننج ويب ده يا ترى هنخلصه هو الأول ونبدأ بيه عشان يخلص لأننا شغالين فيرست ان فيرست اوت، ولا هيبقى معجون جوه الستارتد اللي انا بادئ اشتغلهم لان اليونتس عندي مش قادر اميزها؟ اي نعم انا شغال في برودكت واحد بس البرودكت ده مش كرسي بقى عمال عارف اميز هياكل الكراسي عن بعض، لا ده انا بعمل عجينه عشان اوردها للمطاعم يعملوا منها بيتزا، فالعجينه ديت بتخش على العجينه الجديده وكله سايح في بعضه، فساعتها لازم اشتغل بويتد افريج. الله، حد دلوقتي هيسال نفسه ويقول الله طب ما انا ممكن كمان اشتغل بلايفو؟ اقول لك لا، لايفو هنا is not applicable. ليه؟ لان انت عندك ترتيب البروسيسز ترتيبهم consecutively يعني ورا بعض، فما لا يعقل وما ينفعش نطبق هنا لايفو. يعني التو اوبشنز اللي قدامك يا اما هتشتغل فايفو يا اما هتشتغل دبليو اي. طيب ماشي، ركز قوي بقى معايا في الحته اللي جايه دي عشان دي اللي هتسهل لك حياتك. لو لقيت البيجيننج ويب هو احتماله ضعيف بس زي بعض، انا بنحب نأمن نفسنا، وولادي بقى ولاد ابو اسماعيل بقى افتكر معايا الجملتين اللي جايين دول هيسهلوا لك حته البيجيننج ويب قوي. قلت له ايه هما؟ فايفو حضرتك بتحب وتعشق البيجيننج ويب لدرجه انها هتشيله وتكمله وتجيبه من اوله. تاني قولها مع نفسك، قولها تاني. ايه فايفو بتحب البيجيننج ويب لدرجة انها بتشيله وتكمله وتجيبه من اوله. يعني هتعمل معاه كام حاجة؟ 3 حاجات. ايه ال3 حاجات دول؟ هقول لك حالا، اصبر. اما الويتد افريج دي بقى ولا بتطيقه، فبتدخله على المفرمه او على العجانه وتعجنه مع الستارتد يونتس وتبقى تجيبه من الاخر خالص، تجيب من الاخر. يبقى دي الويتد افريج عجنته وجابت من الاخر. قلت له لا بالراحه بقى، ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ الهبل ده اللي هيريحك. تعالى اقول لك بقى ايه الهبل ده. لنفترض ان مصنع مصطفى في شهر فبراير دخل للكاتنج وبدأ يصنع 1300 كرسي جداد. ده غير ما تنساش ان عنده بيجيننج ويب بقى المرة دي، ها البيجيننج اللي متعلم عليهم بالازرق فوق اهم ماشي، فهو دخل عليهم كمان جداد 1300. طب يا عم مصطفى خلصت منهم كام؟ قال لي خلصنا منهم 1100 ولسه ملقح عندنا في المخزن 60%. البقيه اللي لسه ما خلصوش واقفين عند 60% في البروسيس، او بقول لك الكومبليشن ريشيو 60% اوف كونفرجن او الجنرال كومبليشن ريشيو، يعني واقفين عند 60%. وما تنساش ان الكاتنج ده اللي كان بيحط الماتيريال في اول المرحله خالص. قلت له صرفت كام فلوس يا عم مصطفى؟ قال لي صرفت فلوس على الماتيريال 15600 وعلى الكونفرجن 9920. قلت له جميل يا ابو درش، يلا بينا نبدا الستبس بتاعتنا. نبدا يلا البرودكشن ريبورت. قلت له انبوت ايكوال اوتبوت، والانبوت بيجيننج ويب بلس الستارتد. طب البيجيننج ويب مكتوب بقى المره دي كام؟ حد خد باله؟ خد بالك انا غشيتها من فوق والله. البيجيننج ويب دي انا جايبها منين؟ 100% و50% اهم اللي هم كام كرسي؟ كانوا 200 كرسي. قلت له والله 100% و50% 200 كرسي صح. وبعديها الستارتد كانت جيفن، كان قايل لك احنا بدأنا السنه دي كمان او الشهر ده في 1300 كرسي جداد، يعني كده توتال الانبوت بتاعك بقوا كام كرسي؟ 1500. طب طلعوا لك في كام كرسي؟ قال لي الكومبليتد منهم 1100. يبقى الاندنج كام؟ ما انا عارف ان
ان توتال الانبوت ماست بي ايكوال الاوتبوت، يعني الاوتبوت توتال لازم تبقى 1500. يبقى كده الاندنج ويب، واوعى تقول اندنج ويب من غير ما تكتب لي جنبيه الريشيوز. الريشيوز بتاعته هتبقى كام في المية وكام في المية؟ 100% و60%. 100% من الماتيريال، لان الماتيريال هنا ادد ات 0% اوف ذا بروسيس، في بدايه البروسيس. المهم طلعوا كام كرسي؟ قال لك 400 كرسي. قلت له جميل، يلا نحط الكوست بقى، الكوست انفورميشن. قال لي حضرتك الكوست بتاعتك هو كان مديها لك، بس خد بالك ركز في الكوست ريبورت برضو هتلاقي ابن اللذينه دوت بقى ليه ظهور اهو. البيجيننج ويب ايه ده جايب ارقامه منين؟ اهو والله العظيم السطر الازرق اللي فوق ده اهو. والله البيجيننج ويب عباره عن الكوست اللي كان شايلها من الشهر اللي فات، كان شايل على كتفه 2000 وهنا 500 وهنا 2500. صح الكلام؟ يعني كده توتال الكوست اللي ماتيريال واتصرفت في شهر فبراير في 2000 قدام و15600 جداد، يبقى التوتال 17600. ايه 15600 دي؟ جيفن اهي. هو كان قايل لك انا صارف الشهر ده 15600 و9920 على الكونفرجن، ومعانا 500 من البيجيننج، يبقى توتال 10420. يعني توتال الكاتنج في شهر فبراير بقت 28020. قلت له حلوه قوي، ركز بقى اهم حته اللي جايه دي، والله العظيم 3 دي اهم حته. قال لي طيب حضرتك دلوقتي بقى الخطوه اللي بعد البرودكشن ريبورت والكوست ريبورت كنا بنعمل ايه؟ كنا بنجيب حاجه اسمها الاي يو بي، فاكرها؟ ايكويفالنت يونت اوف برودكشن. قلت له حلو جدع، يلا عايزين نجيب الايكويفالنت يونت اوف برودكشن. نجيبها ازاي دي؟ قال لي حضرتك كنا بنقول كومبليتد بلس الكومبليتد اندنج ويب، مش كنا بنقول كده؟ والله العظيم. قال لي لا ده كان زمان، ده الكلام ده لما البيجيننج ويب ما كانش موجود. انا قلت لك بقى البيجيننج ويب لما يبقى موجود لازم تبدأ تسأل هو احنا هنشتغل فايفو ولا هنشتغل دبليو ايه؟ طب ما تيجي نبدأ كده بالفايفو ونسمي الله. قال فايفو ديت اللي قلنا بتعشق البيجيننج ويب. قلنا هتعمل معاه كام حاجة؟ قلنا 3 حاجات، هتشيله وبعدين تكمله وبعدين تجيبه من ايه؟ من اوله. هتشيله وتكمله دي في حته واحده. يعني ايه بقى اشيله واكمله؟ قال لي يعني هنا وانت بتحسب الايكويفالنت يونت اوف برودكشن حضرتك هتبدا بالكومبليتد يونتس زي ما كنت بتبدا عادي. وانت الكومبليتد يونتس بتاعتك كانت كام؟ كانوا 1100. 1100 من الماتيريال والكونفرجن خدوا حقهم بالكامل من الاثنين. قال لي شيل لي منهم بقى البيجيننج ويب كله. قلت له البيجيننج ويب كله كان كام؟ قال لي والله اول بيجيننج ويب اهو كان 200 كرسي. قلت له بس يبقى كده هي شالته ولا لا؟ شالته. شلناه كله. شيل ال 200 كرسي اهو شلناهم. ليه بشيلهم؟ عشان انا عايز اعرف اللي خلص من الجديد، اللي هو انت ال 1100 كرسي اللي خلصوا من اللي ستارتد الشهر ده، اللي انا بادئهم الشهر ده، من ال 1300 اللي انا بادئهم في شهر فبراير الجداد، خلص منهم قد ايه؟ قال لي والله كده يبقى اقدر اقول خلص منهم 900. ودول اللي سميتهم ايه؟ ستارتد اند كومبليتد. حد خد باله؟ ستارتد اند كومبليتد وخلصوا. صح، ستارتد اند كومبليتد 900. جت منين تاني يا دكتور؟ ما هو بص اللوجيك بتاعها ايه؟ ال 1100 اللي خلصوا دول طالما انا شغال فايفو، يعني اللي ببداه الاول بخلصه الاول، يبقى ال 200 كرسي دول انا اكيد خلصتهم وكملتهم الشهر ده، فشيلهم كده، شيلهم عشان دول بيعملوا لي صداع، واعرف لي اللي خلص من الجديد كام. فانا كده جبت نتيجه جديده اسمها ستارتد اند كومبليتد. قلت له حلو. طب بعد كده بقى كنا بنكمبليت عليها الاندنج ويب. قال لي لحظه صبرك بالله، انت مستعجل ليه؟ بالنسبه للبيجيننج ويب بعد اذنك، يعني ايه بقى؟ هو كان مستفيد بقد ايه من الماتيريال؟ 100%. ال 100% دول كان واخدهم الشهر ده ولا الشهر اللي فات؟ الشهر اللي فات. يعني الشهر ده هل صرفنا له اي خشب؟ قال لي والله العظيم ما طلعنا له ولا خشب. يبقى كده ما استفادش من الماتيريال بتاعت الشهر ده. موافق. ولكن بالنسبة للكونفرجن هو كان واخد كام في المية؟ كان واخد 50%. طيب والسنة دي الشهر ده مش هنكمل شغله؟ هنكمل شغله. يعني هياخد بقية الكونفرجن بتاعه؟ هياخد بقية الكونفرجن. قال لي يعني كده
لازم حضرتك تشوف لي الايكويفالنت يونت الكومبلمنتري بتاع الريشيوز بتاعت البيجيننج ويب. نعم، قال لي ايوه. هنكومبلمنتري بيجيننج ويب يعني ايه بقى؟ ايه كومبلمنتري بيجيننج ويب؟ اللي هو انت هتكمل فيه قد ايه. فانا هكمل فيه قد ايه ماتيريال زيرو. طب هكمل فيه قد ايه كونفرجن؟ والله العظيم 100. جت منين ال 100؟ 200 في انهي 50% اللي مركز معايا، ال 50 دي ولا ال 50 الكومبلمنتري؟ ال 50 الكومبلمنتري بقتها 200 في 50%، النص التاني، صح كده ولا لا؟ قال لي بعد كده شوف لي بقى الاندنج ويب، شغلك العادي حضرتك كومبليتد اندنج ويب. يبقى الكومبليتد اندنج ويب هنحسبه بطريقتنا العاديه اللي هو 400 كرسي، واستفاد بقد ايه من الماتيريال؟ 100%. خد بالك ده كومبليتد، لكن ده كومبلمنتري، ده بيضرب في المتمم، ده بيضرب في النسبه زي ما هي، ده بيضرب في المتمم، ده بيضرب في النسبه زي ما هي. يبقى ده 400 في 100%، انا استفدت ب 400 ماتيريال، وال400 في 60% استفدت ب 240. ودي الايكويفالنت يونت. حضرتك اجمع بقى وطلع لي الاي يو بي بتاعت الفايفو. هيطلع الاي يو بي في الماتيريال 1300 يونت، والكونفرجن 1240 يونت. قلت له ده كلام عظيم. يبقى لو حضرتك مركز معايا هتلاقي ان الاي يو بي زمان لما ما كانش فيه بيجيننج ويب، انا رجعت الشاشه دي عشان اقارن. كنا بنحسبها اول كومبليتد بلس كومبليتد اندنج ويب، صح ولا لا؟ كلها كومبليتد اول كومبليتد اللي خلص خالص، وكومبليتد اندنج ويب بكمله. حلو قوي. دلوقتي بقى مع ظهور البيجيننج ويب وتطبيق الفايفو، الاول كومبليتد والكومبليتد اندنج ويب ما زالوا موجودين، بس ظهر ما بينهم 3 سطور. الثلاث سطور دول منهم سطرين لاجل عيون البيجيننج ويب، واحده شلناه والتانيه كملناه. الله، ده شعر والله. واحده شلناه كله all beginning web عشان اركنه كده على جنب واقول له انت ليك معامله خاصه، والتانيه كملناه علشان اعرف انا صرفت عليه كام الشهر الحالي. قلت له ده كلام عظيم. يلا الخطوه اللي بعديها كنا بنجيب بقى الايكويفالنت يونت كوست. يلا عايز اجيب الايكويفالنت يونت كوست. طب فين الكوست؟ هناخد بقى انهي كوست؟ بص كده في الريبورت بتاع الكوست، لقيت في كوست التوتال وفي كوست بتاعت الديورنج ذا مانث. تفتكر في فايفو هنشتغل انهي؟ توتال؟ لا يا اخويا، ليه توتال؟ ليه هتعجن لي البيجيننج ويب معاهم ليه؟ العجينه دي بتاعت الويتد افريج، هو اللي بيعمل العجينه دي، خليك فاكر. لكن لما تشتغل فايفو بيجيننج ويب ليه احترامه، وانت شلته وكملته وفاضل تجيبه من اوله. طب تجيبه من اوله ازاي؟ ان انت تركنه دلوقتي وتقول لي انا هفوكس دلوقتي الكوست بتاعتي على ديورنج ذا بيريد. خدت بالك الرقمين اللي لونه اهو، ال 15600 وال 9920، ده اللي انا صرفه في شهر فبراير. قلت له خلاص يبقى يلا بينا. 15600 على 1300، بص بقى مين على مين. ال 15600 دي يا ولدي اللي هي الماتيريال على ال 1300 الاي يو بي من الماتيريال، هيطلع لك ايكويفالنت يونت كوست 12. طب ويلا بينا الكونفرجن، هنقسم ال 9920 دي على ال 1240 بتاعت الكونفرجن، هيطلع الاي يو بي بتاعتها 8. قلت له ده كلام عظيم جدا. بعد ما جبت الايكويفالنت يونت كوست، حضرتك كده جاهز تجيب مين بقى؟ يلا نجيب الكوست بقى بتاعت الكومبليتد والاندنج ويب. عايزين نجيب ده ونجيب ده. طب ما يلا نجيب ده. قال لي هنا بقى ركز بقى، لما تيجي تجيب الكومبليتد ما تنساش ان البيجيننج ويب كان ليه كوست مصروف عليه من قبل كده 2000 و2500، دول موجودين اوريدي، وانت يا دوبك الشهر ده بتكمله. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني الفايفو اللي بتعشق البيجيننج ويب بعد ما شالته وكملته هتجيبه دلوقتي من اوله. قلت له يعني ايه بقى هتجيبه من اوله؟ قال لي يعني وانت بتكالكوليت الكومبليتد يونت كوست، تعال نجيبها بقى اللي هي الكوست اوف فينيش جودز اللي خلصت في الكاتنج. ماشي. ودي ستيب نمبر 5 لو انت بتعد ورايا. يلا وانا بكالكوليت ايه بقى اللي انا هجيبه من اوله ده؟
ده البيجيننج ويب بقى زي ما قلنا، ما احنا شغالين فايفو، فيرست ان فيرست اوت، يبقى لازم ابدا بالبيجيننج ويب لان ده اللي هخلصه الاول، وبعديها ابلص عليه اللي خلصته السنه دي او اللي خلصته الشهر ده ديورنج. قلت له حلو، طب يلا بينا نبدا. بالنسبه لاول ايتم كوست الماتيريال حضرتك يا بيجيننج ويب كنت جاي وشايل ماتيريال على كتفك كام؟ كان جاي وشايل ماتيريال على كتفه 2000. قلت له حلو، والنبي ركز قوي بقى معايا في التركه اللي جايه دي ناس كتير بتقع فيها. طب اللي صرفته الشهر ده كان كام ماتيريال؟ هو انا الشهر ده صرفت على ايه؟ صرفت على كراسي بدأت اشتغلها وخلصت، وصرفت على الكراسي اللي كنت بادئ بيها الشهر انصص وكملتها. يعني صرفت في الماتيريال على الاتنين دول، بص والنبي بص اللي هيطلع ده على 900 والزيرو. ايه ده؟ ايوه دي اليونتس اللي هتضربها في الايكويفالنت يونت كوست. اجين لما اقول لك اللي اتصرف during the month في الكوست اوف فينيش جودز اللي خلص، والله اللي خلص عباره عن اللي خلص من الجديد وبقيه القديم، ده اللوجيك بتاعها. فاللي خلص من الجديد اللي هو ستارتد اند كومبليتد 900، وبقيه القديم زيرو لان هو اوريدي كان واخد 100% من الماتيريال، يعني 900 في 12 هيطلع التوتال بتاعهم 10,800. طب لو فهمت قول لي بقى انت الكونفرجن. نجمع الاول طلع 12,800، يلا بينا الكونفرجن يا بيجيننج احنا بنبدا بيك. قول لي يا بيجيننج كنت مصروف عليك كام؟ كنت جاي وشايل كام؟ قال لي كنت جاي وشايل 500. طب والشهر ده صرفنا على كراسي كملت قد ايه؟ يلا بقى الشاطر اللي مركز معايا هيقول لي 1000 كرسي. والله جم منين يا ابني ال1000 يا دكتور؟ ما ال900 اللي ستارتد وكمبليتد بلس ال100 اللي كملناهم بلس ال100 اللي كملناها من البيجيننج، يبقى 1000 لما تضربها في ال8 يبقى انت صارف خلال الشهر ده 8000. يبقى كده توتال الكونفرجن اللي طلعت 8500. يعني كده توتال الكوست اوف كومبليتد يونتس 21300. يتكتبوا فين دول؟ هيتكتبوا قدام الكومبليتد في الكوست ريبورت. قلت له يلا، يبقى في الكوست ريبورت انت اتصرف عليك ماتيريال 12800 وكونفرجن 8500، يعني توتال 21300. الاندنج ويب ده ابن حلال، ده مريح جدا. الاندنج مش محتاج، الاندنج حضرتك انت تعرف تجيبه از كومبلمنتري، لان انت عارف طبعا ان توتال الاوتبوت ماست بي ايكوال 28020 اللي هي توتال الانبوت. اهو الرقمين دول لازم يبقوا قد بعض. لما يبقى عندي منهم 21300 كومبليتد يبقى الاندنج الباقي اللي هيبقى 6720. طب عايزين نتاكد قوي بالنسبه للماتيريال هنضرب ال400 في ال12. لو حضرتك ضربت معايا 400 في 12 ايكوال كام؟ 4800. الكونفرجن 240 في 8. لو حضرتك ضربتهم معايا هيطلع 1920 والتوتال بتاعهم فعلا 6720. ولو حضرتك جمعت معايا الماتيريال هتطلع 17600 زي اللي كانت في الانبوت، وكمان الكونفرجن 10420. وده يأكد لك ان شغل سيادتك مظبوط و10/10. يبقى تاني، انا لما اشتغلت بفايفو بتعشق البيجيننج ويب لدرجة انها بتشيله وتكمله وتجيبه من اوله. يعني ايه يا دكتور؟ يعني وانا بحسب الاي يو بي حضرتك خدت الاول كومبليتد والكومبليتد اندنج ويب اللي انت متعود عليها، وراح جاي داخل دخول مفاجئ البيجيننج ويب حضرتك شلته كله عشان تعرف الستارتد اند كومبليتد كام، ورحت جاي مكمله بالكومبلمنتري بتاع الريشيوز بتاعته. وبعد ما كملته جبت الاي يو بي ورحت جاي حاسب الايكويفالنت يونت كوست او الافريج كوست بير يونت، واستخدمتها وانت بتجيب الكوست اوف فينيش جودز او الكوست اوف كومبليتد يونتس. وما تنساش وانت بتجيب الكوست هنا انك بتبدا بالبيجيننج ويب لان الكوست بتاعته اصلا مركونه، فانت بدات بيها 2500. وديورنج دي كنت بجيبها ازاي؟ بجمع الرقمين دول، باخد الستارتد وكومبليتد بلس الكومبلمنتري بيجيننج ويب واضربها في الايكويفالنت يونت كوست واجمع واجيب التوتال. ده كل ده وانت شغال ايه؟ فايفو. امال بقى لو اشتغلنا دبليو ايه؟ دي بقى اللي ما بتحترمش البيجيننج ويب بساغ.
دي بقى بص مريحه جدا. اشمعنى يا دكتور؟ قال لي بص بقى، بص الحركه اللولبيه اللي هتحصل دي. قال لي الويتد افريج بيروح جاي راجع لاصله وينسى ويشتغل كأن البيجيننج ويب مش موجود. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني الايكويفالنت يونت كوست، بص اللي هيحصل والله العظيم هيبقوا الاثنين دول بس. نعم؟ والبيجيننج ويب شيله خالص واعجنهولي بقى. يعني ايه اعجنهولك؟ قبل بس ما اوريك العجينه كده، يعني الايكويفالنت يونت اوف برودكشن من الماتيريال في الويتد افريج بقت 1500 والكونفرجن بقت 1340، صح؟ فين بقى العجينه؟ قال لي العجينه بقى بص معايا، ركز معايا قوي هنا، ركز في الحته دي. بص حضرتك في الكوست ريبورت، انت مش كنت بتاخد الكوست بتاعت الشهر لوحدها؟ لا يا حبيبي، هنعجن البيجيننج ويب معاها. وحضرتك الفوكس بتاعك التركيز مش هيبقى على اللاين بتاع ديورنج. قلت له امال ايه؟ قال لي انقل تركيزك تحت، هتاخد التوتال على طول وتشتغل بالعجينه على بعضها وتجيب لي ايكويفالنت يونت كوست. قوي. يبقى الايكويفالنت يونت كوست هتبقى 17600 على 1500 بقت من الماتيريال 1173، والكونفرجن 10420 على 1340 بقت من الكونفرجن 778. الله، يعني كده لما احب اجيب الكومبليت ده اعمل ايه؟ قال لي ولا الهوى، ولا تقعد تقول لي بقى من اوله ولا ديورنج ولا حضرتك الكومبليتد هنا تتجاب ازاي؟ قلت له عادي جدا، هاخد النمبر اوف يونت واضربها في الكوست بير يونت او الايكويفالنت يونت كوست يعني. قال لي يعني ايه برضو؟ قال لي يعني مثلا من الماتيريال انت استفدت بقد ايه ماتيريال يا كومبليتد؟ 1100، والكوست بير يونت كام؟ 1173. اضرب يا سيدي، طلع الرقم العجيب ده. وانت يا ابن الحلال يا كونفرجن استفاد قد ايه؟ 1100 778 هيطلع 553.7 يعني كده توتال الكومبليتد بقى عامل كام؟ 21460. اكتبهم لي تحت في التيبل بعد اذنك. وبقيتهم المفروض يطلع 6560 بتاع الاندنج ويب. طب يا اندنج انت يا اندنج استفدت بقد ايه ماتيريال؟ قال لي 400، وال400 اضربها في كام؟ في 1173 طلعت 4693، ويا كونفرجن 240 في 778 طلعت 1867. طب نجمعهم كده ونشيك، الحمد لله ادوني الرقم اللي انا كنت متارجته. الله، يعني كده الويتد افريج بقت اسهل بكتير من فايفو. وكده يبقى كل اللي عليك في البروسيس كوستنج خلص. طب ما تيجي بقى نشوف سمري كده للستبس عشان نحل شوية اسئلة. يلا بينا. يبقى خلاصة الكلام ان انا اصلا بفرق ما بين طريقتين فايفو والدبليو اي لما يبقى عندي بيجيننج ويب بس مبدئيا. يعني لو حد يفتكر انا اصلا ما جبت سيرة هو انا اشتغل فايفو ولا دبليو اي غير لما بقى في بيجيننج ويب، صح ولا لا؟ ماشي. والفايفو بتحب البيجيننج ويب بمعنى انها بتشيله وتكمله وتجيبه من ايه؟ من اوله. ماشي. وبالنسبه للدبليو اي لا، دي اللي عجنته وجابت من الاخر. طب لما باجي اشتغل الستبس هم كام ستيب يا ربي؟ والله انا ما فاكر، هم 6 هم. ايه ال6 ستيبس بقى بتوعنا؟ اول حاجه اليونتس ريبورت او البرودكشن ريبورت، ان انا برتب الانبوت بتاعتي في بيجيننج وستارتد، والاوتبوت في الاندنج والكومبليتد، وجنب البيجيننج ويب والاندنج ويب لازم اكتب كومبليشن ريشيو بالترتيب ده. ماتيريال اند كونفرجن، هنا ماتيريال اند كونفرجن، وكل ده الكلام ده بافتراض ان انت في اول بروسيس. لو انت في تاني بروسيس هنزود عليها ترانسفيرد ان، صح كده؟ جميل. بس برضو حته تاني بروسيس دي انا ما لقيتهاش في الاسئله كتير. يعني هنشوف دلوقتي واحنا بنحل في الاسئله ان الموضوع مش كبير قوي في السي ام اي. المهم بعديها بعمل الكوست ريبورت، وهو بيبقى مديلك جيفن البيجيننج والديورنج، وحضرتك بتبقى عايز تجيب الاوتبوت اللي هي completed and ending. طب هنا بقى في الانبوت انا يمكن مش حاطط الاوتبوت لان انت اصلا كده كده بتحسبها. الانبوت بتاعتك هنا بقى هتفرق عينك تبص على انهي كوست. في فايفو انت مركز على الديورنج لان البيجيننج ليه احترامه، ده انا بجيبه من اوله وانا بحسب الكومبليتد، صح ولا لا؟ لكن الويتد افريج لا، تجيب من الاخر. عشان كده بقول عجنته جابت من ايه؟ من الاخر، تجيب من الاخر على طول. ده كلام جميل.
وبقول لك اهو ما تنساش الترانسفيرد ان كوست لو انت شغال في المرحله الثانيه اللي بيبقى الوحدات مستفيده منها 100%. بعد كده بجيب الاي او بي. الاي او بي في فايفو رخمه، فيها 3 سطور زياده، دبليو اي هم سطرين، اول كومبليتد وكومبليتد اندنج ويب. امال فايفو اول كومبليتد اشيل منها اول بيجيننج ويب عشان اجيب ستارتد اند كومبليتد، اللي هجمع عليه كومبلمنتري بيجيننج ويب وبعدين اجمع عليه كومبليتد اندنج ويب. امال ايه الحته الحمراء دي؟ الحته الحمراء دي لما بتيجي تجيب الكومبليتد كوست، حضرتك بتاخد الحتت الحمراء دي في ديورنج اهي. بص 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 بص، الحته دي اللي بتتضرب في الديورنج بالنسبه للماتيريال وبالنسبه للكونفرجن، خدت بالك؟ امال قبل بس ما نضرب في الديورنج حضرتك بتضرب في ايه اصلا؟ بضرب في الافريج اللي هو الايكويفالنت يونت كوست، وده بنجيبه ازاي؟ بالكوست ديورنج ذا بيريد. هنا خدت الديورنج اهي اللي انا مركز عليها من الاول، كوست ديورنج ذا بيريد، السطر قبل الاخير قبل التوتال، واقسمه على الاي او بي. امال هنا في الويتد افريج لا، ده هنا الحمد لله الويتد افريج الايكويفالنت يونت بتاعتها سهله، وبروح جايب الايكويفالنت يونت كوست بان انا باخد التوتال كوست العجينه، التوتال كوست اللي هات من الاخر، تجيب من الاخر وتقسم على الاي او بي يديك الايكويفالنت يونت كوست. تروح جاي واخد ضارب اول ماتيريال واول كونفرجن، تضربه في الكوست بير يونت بتاعت الماتيريال وبتاعت الكونفرجن، تجيب لك كومبليتد. الاندنج ويب بيتحسب واحد في الاثنين بان انا باخد الكومبليتد اندنج ويب واضربه في الماتيريال بير يونت والكومبليتد والكونفرجن بير يونت. بس امال ايه ده يا دكتور؟ هو احنا علينا تي اكاونتس هنا؟ لا، ده انا حاططها بس للناس اللي بتحب تربط المواضيع ببعض. انت عارف التي اكاونتس هنا والله العظيم 3 هي اللي انت شفتها في الجوب اوردر، باستثناء بدل الحله بقوا 2. حد خد باله؟ والله بدل بروسيس واحده بقوا 2 اهو. ودي لما صرفت فلوس كل فلوسها اتنقلت، بقت هنا ترانسفيرد اوت وهنا ترانسفيرد ان وهنا ترانسفيرد اوت، ودخلت على الفينش جودز بقى اسمها كوست اوف جودز مانيفاكتشر. بس كده والله العظيم. والستبس دي برضو مش مهمه قوي ان انت تقعد تحفظها، بس هي ايه سهله يعني، هي نفس الستبس تقريبا بتاعت الجوب اوردر كوستنج سيستم. نبدأ بقى، يلا نحل شوية أسئلة مع بعض. وفي الحل أنا مش هقعد أحل بقى أرقام، أنا هوريك لأن هي موديلز شبه بعض. أنا هبدأ أقرأ السؤال ونشوف بس لو في فكرة جديدة نقولها.